ضعوا في بالكم أيها الشعب العراقي، أيها المسؤولون، أيها الغربيون، أيتها الشعوب العربية، الشعوب الحرة في أمريكا في أوروبا، اسمعوا هذا الكلام، انصحوا الحكومات، اضغطوا على الحكومات. لا يوجد حل في العراق على ما نحن فيه، نحتاج إلى حل جذري. الآن الذي يتحمل كل المآسي في العراق المفروض هو الأمريكان، المفروض هي قوى الاحتلال. الكل الآن هو تحت قبضة الاحتلال سابقا والآن. فكل ما حصل من فشل، نحن لسنا حقل تجارب، لسنا في إيران تجارب ومختبرات حتى يجرب علينا الحال، وهذه فشلت وهذه فشلت وهذه فشلت. أسطورة المخابرات والاستخبارات الأمريكية يعني من مهازل الكلام والقولي والفعلي والعسكرية والاستخباراتية. عندما يتحدث المسؤول الأمريكي يقول أول التصريحات الهزيلة المضحكة، ماذا يقول عندما حصلت الاعتداءات والتحركات والهجومات باتجاه المحافظات الشمالية؟ ماذا صرحوا حسب ما أذكر؟ قالوا لم نتوقع أنهم سيتقدمون بهذه السرعة بهذا المعنى. إذن هو يتوقع أن يتقدم، وطبعا هذا من التبريرات الفاسدة والباطلة. لكن أنت ما هذا الفشل عندك؟ تتوقع أن يتقدم لكن لا تتوقع أن يتقدم بهذه السرعة. إذن أنت دولة كبرى، لماذا تجعلهم يتقدمون أصلا وأنت تعرفهم في طور التقدم؟ لماذا لم تمنع التقدم أصلا؟ بعد هذا لم نتوقع الجيش العراقي بهذا المستوى من معنى الانهزامية والتفكك، لأنه تأسس على الطائفية. ماذا قلنا نحن منذ سنوات؟ من أول سنة، من أول أيام قلنا هذه طائفية مقيتة لا تبني بلدا، هذه تهدم البلدان. الآن يأتي الأمريكان يقولون هذه طائفية وجيش أسس على الطائفية. إذن من يتحمل الأرواح التي ذهبت والثروات التي ذهبت والأخلاق التي انتهت وانتهكت والأعراض التي انتهكت؟ من يتحمل كل هذا؟